السلام عليكم. اهلا بكم في قناتي، قناة وصفات واكلات. حبايبي، يا رب تكونوا بخير واتم صحة واحسن حال. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وينعاد عليكم يا رب الايام بخير وسعادة ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اكلة. شايفين الطبق اصلا بيتكلم عن نفسه، اكلة من اكلات التراث المصري، اكيد طبعا عرفتوها من غير كلام. هي الفتة المصرية. طبق الفتة ده يا جماعة بيكون طعمه لذيذ جدا. معظمنا احنا كمصريين دايما في ناس كتير جدا بيعملوه في العيد، وخصوصا عيد الاضحى، عشان بيكون بقى فيها لحمة وحاجات كتير. يلا كل سنة وانتم طيبين، وعيد مبارك عليكم جميعا. هنحتاج لطبق الفتة طبعا لحمة، وهنحتاج كمان الشوربة بتاعتها، وعصير طماطم، وعيش محمص، ورز مصري حوالي كوبايتين او حسب الكمية اللي هتعمليها، وطبعا توم وخل وملح وفلفل ورشة من السكر. يلا جميل. لو سمحتي لو مش مشتركة في القناة اعملي لي اشتراك دلوقتي، واعملي لي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم اشعارات بكل فيديو جديد بنزله، وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم الاشعارات. اول حاجه طبعا هنعملها، لازم نعمل اول حاجه اللحمه لازم نطبخها الاول، عشان طبعا هنحتاج الشوربه بتاعتها في الرز، وهنحتاجها في الصلصه، وهنحتاجها في كذا حاجه، فلازم نعمل اللحمه الاول. انا دلوقتي بشوحها كده على نار عاليه، وضفت عليها بصلايه مقطعه وطماطمايه وورق لورا وفصين 3 حبهان، وبدأت دلوقتي على نار عالية بشوحها وبديها صدمة كده لحد ما تغير لونها وما يكونش فيها مية خالص بالشكل ده. وطبعا بكون بغلي مية جنبي على النار، تكون مية مغلية. اول ما لونها يغير كده بزودها مية مغلية، لازم مية مغلية. وبعد ما ازودها بيطلع بعد اول ما تبدأ تغلي كده بيطلع ريم كده زي اللي انا بشيله ده بنشيله عشان بيعمل ريحة زفرة وكده. تشيليه في طبق تاني او ارميه. وكده اللحمة بتاعتنا تمام. ونحط عليها طبعا معلقة صغيرة سكر عشان تستوي معانا بسرعة، ونسيبها بقى تستوي براحتها. تاني حاجة هنعملها معانا، هنعمل صلصة الفتة. اهم حاجة في الصلصة بتاع الفتة التوم يا جماعة. دلوقتي انا ضفت معلقة سمنة بلدي، واهم حاجة تكون سمنة بلدي عشان تديلها طعم وريحة حلوة كده. وبعدين ضفت فص توم او فصين كده على حسب الرغبة. انا بالنسبة لي انا بحب التوم قليل، لان عندي يعني بتعب منه. انت ضيفي التوم على قد ما تقدري، ممكن 10 فصوص، ممكن نص راس توم صغيرة زي ما تحبي. وبعد ما التوم كده يتحمر، ما تخلوش يحمر قوي، خليه بس لونه اصفر كده. نضيف عليه شوية خل، معلقتين 3 خل، ونقلبهم مع بعض. وبعدين نضيف الصلصة بتاعتنا، ونضيف طبعا معلقة كمون ومعلقة فلفل ومعلقة بابريكا بالظبط كده. وكده خلاص الصلصة خلصت. ونضيف طبعا الملح ما ننساهوش، وانا ضفت رشة سكر صغيرة عشان بس الحموضة بتاع الطماطم. بس كده الطماطم والصلصة بتاع الفتة خلصت. هنقلبها كده كويس، وبعدين نغطي عليها ونسيبها تستوي براحتها. ونبدأ في عمايل الرز. هنعمل رز بقى ابيض مفلفل كده وزي الفل. اول حاجة هنجيب الحلة مناسبة كده، نبدأ نضيف فيها سمنة بلدي، معلقتين سمنة بلدي، او على حسب ما هتستعملي الرز، كمية الرز بتاعتك. هنغسل الرز كويس طبعا، وبعدين بعد ما السمنة تسخن هننزل بالرز عليه، ونبدأ في تشويح الرز كويس جدا. اهم حاجة يا جماعة، الخطوة دي مهمة جدا، ان انت تشوحي الرز كويس عشان تدينا نتيجة كويسة، ويطلع رز مفلفل، ونقلب فيه كويس قوي لحد ما يتشوح ويتغلف بالسمن. بس خلي بالك ويتحرق من ايدك فيه دايما، وقلبيه على طول. وانا ضفت كمان عليه رشة فلفل اسمر بتخلي له ريحة ونفس حلو. وضفت الملح طبعا. اللحمة استوت والشوربة جاهزة. هنزود بقى الرز بتاعنا من الشوربة بتاع اللحمة، بس هنقلب فيه كويس جدا كده لحد ما يتشوح معانا، لحد ما يتغلف بالسمنة اللي احنا مزودينها فيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
دلوقتي هنزوده بقى الشوربة، هنزوده يعني مش هنزود كتير، يعني فوق مستوى الرز بحوالي عقلة صباع، عقلة صباع حوالي نص سنتي او سنتي بالشكل ده. ونظبط ملحه طبعا، وبعدين نسيبه يستوي براحته. نخلي بالنا منه طبعا، اما يشرب الشوربة بتاعته هنوطي عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده، يلا بينا هنبدأ في عمايل بقى. نحمص العيش، هنجيب قلاية كده مناسبة على النار، ونضيف فيها معلقتين سمنة صغيرين بلدي. السمنة البلدي بتفرق في الريحة يا جماعة. هنسيبها كده لما السمنة تسخن، ونضيف عليها العيش المقطع قطع، مقطعينه مربعات صغيرة، ولازم يكون عيش بلدي، ما ينفعش عيش من الابيض عشان هيعجن منه، او حسب اللي موجود عندك، بس الافضل العيش البلدي. ونحمص فيه طبعا في حتة سمنة على البوتاجاز او في الفرن. لو مش عاوزة تضيفي اي مواد دهنية على العيش ممكن تحمصيه في الفرن عادي خالص. انا بالنسبة لي حمصته على البوتاجاز وضفت عليه قطعة سمنة بالظبط كده. دلوقتي خلاص خلصنا العيش، وبعدين هنبدأ في عمل طشة التوم بقى. قطعة سمنة برضو كده، وبعدين هنجيب توم ونضيفها عليه. وطبعا انا كنت السمنة اللحمة استوت، فعملتها في حتة سمنة حمرتها قطعة سمنة بلدي كده في طبق وحمرتها على رشة فلفل ورشة ملح ورشة كزبرة ورشة كمون، تدي لها ريحة وطعم جميل. دلوقتي انا ضفت الثوم في السمنة كده بالشكل ده، مش هنخليه يحمر قوي، هنخليه اصفر بس. وبعدين ضفنا كمان معلقة كزبرة ناشفة، ونقلبهم مع بعض شوية، وضفنا كمان خل. الوقت ده بقى الريحة قلب الدنيا. نخلي بس الخل يتفاعل مع الثوم كده، وبعدين نضيف الشوربة السخنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طريقة فتة اجمل فتة. في ناس بتضيف الثوم على العيش وهو بيتحمص، بس انا بصراحة مش عايزة الطريقة دي احسن، عشان العيش يفضل بقى كده زي ما هو. ودلوقتي الشوربة بتاخدي منها براحتك وتضيفي على العيش. في ناس مش عايزة توم كتير، في ناس عايزة توم كده، تضيفي براحتك. دلوقتي بقى هنبدأ في رص الفتة بتاعتنا. كده خلصنا كل حاجة، الرز بتاعنا مفلفل وزي الفل، والعيش محمص، والصلصة خلصت، والشوربة خلصت، واللحمة خلصت. نبدأ بقى في رص طبق الفتة بتاعنا القمر ده. جبنا العيش كده المحمص، وبعدين عملناه في الطبق، وبعدين ضفنا عليه شوية صلصة صغيرين ومغرفتين شوربة من اللي احنا عاملينها، وبعدين جبنا الرز وضفناها عليه زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. وبعدين قلت هحط شوية عيش محمص كمان في النص، وهضيف عليهم رز تاني. الطريقة دي بقى خطيرة، تبقى شكلها وطعمها جميل. العيش كده يطلع معاكي من اي مكان، مش تستني لسه هتجيبيه من تحت وكده، لا، تاخدي المعلقة يبقى فيها رز وفيها عيش محمص وفيها صلصة وفيها شوربة والدقة بتاعتك. وطبعا ضفنا بقى الصلصة على الوش كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واللحمة اللي احنا محمرينها، شايفين اللحمة مستوية وزي الفل وريحتها جميلة، عملتها في سمنة بلدي قلب الدنيا. وبعدين ضفت الصلصة كده على الوش، ودلوقتي برص اللحم. وده طبق الفتة يا جماعة، شايفين شكله؟ بصوا بقى ريحته ولا طعمه بألف هنا. قلت بقى هحط شوية عيش محمص كده على الحروف، بيكون طعمه حلو بصراحة. انا اكنه شيبسي، انا باكله لما كنت باكل في البتاع، باكل معلقة بتاع، باكل معلقة رز، معلقة فتة، وباخد عيش محمص، اكنه شيبسي كده، طعمه خطير. شايفين شكله؟ شايفين الطبق عامل ازاي؟ بألف هنا، بألف هنا وشفا للي كل. ضفت بقى شوية خضرة على الوش كده، خلوله شكل وطعم وريحة كمان. طبعا العيش اللي تحت احنا ما ضفناش عليه شوربة كتير علشان ما يعجنش معانا.
ضفنا بس مغرفة شوربة، بس حاجة بسيطة عشان يبقى كويس كده وما يكونش معجن معانا. وطبعا وكمان مغرفة صلصة بسيطة. تمام. وبعدين ضفنا الرز من فوق والعيش كده هيكون مقرمش، حتة مقرمشة وحتة طرية، هيكون طعمه جميل مش معجن كله، وبألف هنا. لكن لو ضفت شوربة كتير هيعجن معاكي ومش هيكون طعمه كويس. طبق بقى قدميه لضيوفك لولادك، فتة مصرية في منتهى الجمال وهيعجب كل اللي هياكل منه، وكمان بيكون له طعم مميز. بتمنى من قلبي ان يكون الفيديو بتاعي النهارده عجبكم. لو عجبكم اعملوا من فضلكم اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس على الكل عشان تقدري تشوفي كل فيديوهاتي اللي على القناه القديمه والجديده وتوصلك بكل سهوله. بشكركم. وكمان عايزه ارحب بالمشتركين الجداد اللي في القناه واقول لهم نورتوني. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.